ليش غادرت المنتخب الأردني؟ يعني هل أنت غادرت أو أن هم؟ لا لا، أنا اللي طلبت أغادر، وأنا كنت يعني مصر أني أغادر مباشرة بعد كأس آسيا. غريبة كابتن. أنا كنت جاي من الأردن كأس آسيا بالشنط ديالي على أساس أني نغادر. يعني من قبل كأس آسيا كنت مقرر أني كنغادر. لا قبل ما نبداو كان في شيء يمكن مزعلك منهم؟ وطبعا أنا ما كنتش مرتاح يعني 100%. وعائلتي ما حضرتش معايا الأردن، وبالتالي أنا سميتو، أنا كيف ما قلت لك في بداية هذا، أنا إنسان مرتبط مع العائلة. طيب لا نعم. ليش ما كنت مرتاح؟ يعني هل كان العمل اللي أنت مش يعني بيئة العمل ما كنت مرتاح فيها؟ وكانت بعض الظروف صعبة، لا في التحضير للمنتخب ولا في التعامل معي أنا بالخصوص. من اللاعبين؟ لا 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 لا, لا. اللاعبين جدا محترمين، يعني من صحفيين، بعض الإدارة وكذا وكذا. يعني كانت بعض المعاملات اللي هي ما فيهاش احترافية في التعامل. أنا مدرب جدي، ولما تنحضر أنا لما تنمشيو حنا كنحضروا نلعبوا واحد البطولة اللي هي كبيرة، فبالأول والأخير من اللي غيتحمل المسؤولية لما تكون الهزيمة؟ هو المدرب. وبالتالي أنا كنت تنطالب يعني بواحد الجدية في التعامل مع التحضير، فأخذ بعض القرارات ما كانش واحد الجدية. وبالتالي أنا قررت أنني يعني نغادر قبل بداية يعني هذه البطولة الآسيوية. طبعا يمكن صرحت عليها بعد المباراة النهائية، لكن الإخوة اللي قرابين مني في الإدارة عارفين أنني سأغادر. يعني قرار كان مسبق عارفين. طبعا بعد المباراة النهائية اتصالات من هنا وهناك على أساس أنني مستمر، بس كانت مسألة وقت فقط. وأنا ذاك الوقت يعني نزولا عند رغبة يعني الإخوة في الأردن، يعني خاصة يعني من الجهات العليا، يعني استحيت بعض الشيء وقلت خليني نكمل، على الأقل نكمل المرحلة ديال الأولى ديال تصفيات كأس العالم اللي كانت متبقي فيها تقريبا 4 مباريات مهمة جدا. كملتها ونهينا يعني المرحلة الأولى متصدرين أمام السعودية، وهذا جدا مهم تاهو.